مساء الخير. مساء النور. شو اسمك؟ محاسن. قديش عمرك؟ هلا 10. هلا عمرك 10 سنوات؟ بتروحي على المدرسة؟ لا، انت بأي صف؟ أنا ثالث. مين طلعك من المدرسة؟ خطيبي أحمد. انت مخطوبة؟ قديش عمره أحمد؟ ما بعرف. قدك؟ لا، أحمد كبير أو صغير؟ طويل. مساء الخير أحمد. أهلين، مساء النور. مين بتكون محاسن؟ خطيبتي. قديش عمرك أحمد؟ أنا 25 سنة. عمرك 25 سنة. أمم. ومحاسن عمرها 10 سنين. قديش كان عمرها لما تعرفت عليها؟ هي شي 8 سنين. كان عمرها 8 سنين لما تعرفت عليها. يعني هلا فيك تقول فايتة بال11. كيف تعرفت عليها؟ يعني في قربة بيناتنا. في قرب بيناتكم. ايه. احمد، عم تفهم علي عربي منيح او عربيتك؟ يا ما زيادة تقيل، يعني تقيل حكي بالعربي. ليش؟ يعني ماني أنا بالأصل كردي أنا. كيف بدك تصير تتواصل معها اذا عربيتك مش كثير منيحه؟ بعرف شو عم بحكي وشو هيدا. ايوه. الزواج ايمتى؟ الزواج بس لتكبر شوي. يعني ايمتى؟ شي سنة بس تصير هيك شوي كبيرة وضاهجة. شو بيختلف من هلا عمرها 10 سنين لبعد سنه؟ شو ممكن يختلف؟ يختلف كتير. في حديث أنا- بدي احكيك بهيدا الموضوع تحديدا. تفضل. نحكي قدام محاسن او نطلب من محاسن تنسحب؟ مثل ما بدك. شو لفتك احمد بطفله عمرها 10 سنوات؟ أنا بيكفيني مربية على إيدي وما بدي فلتة من إيدي. شو يعني تربيها على ايدك؟ إنه بيكفي إنه أنا داير عليها ودير بالي عليها وحابة وحبتني ومتفقين مع بعض يعني على كل شيء. طفله عمرها 10 سنوات قاصر جسديا، شو لفتك فيها؟ أنا صار لي 3 سنين معها، عرفت علي كيف؟ حبيتها يعني حبتني. سؤال، وكل تعرف الزواج هي علاقة بين رجل ومرأة، هو تناغم فكري، تناغم عاطفي، ولكن أيضا علاقة جسدية وتناغم وانجذاب جسدي. شو اللي جذبك بطفل قاصر عمرها 10 سنوات؟ يعني أنا برجع بقول لك، قلت لك وحارجع أقول لك حبيتها وطلبتها من أبوها، لأنه أنا ما تأخذني بالكلمة، الجيل هلا كله ما دخل بعقلي. برجع بسأل سؤال، شو اللي بيلفت رجل راشد بجسد طفلة لم يكتمل نموه بعد؟ جسد طفلة ما في أي معلم أنثوي عن هذه الطفلة، عن كل الأطفال بهالعمر. شو اللي جذبك عند هيدي الطفلة؟ عرفت شو قصدي أنا؟ يا أما ما فهمت علي السؤال، يا أما فهمت السؤال وما عم بتجاوب. وضح لي هسه أكثر، بتقلي شو جسد وهذا، وضح لي الحكي لأعرف أنا شو بدي أحمد، رد عليك. سؤال، لما تقطع امرأة جميلة حدك إيه. بشو بتطلع أنت؟ بطلع بجمالها. لما تقطع طفلة عمرها 10 سنوات، إيه. شو لفتك بجسد طفلة جسدها ما اكتمل نموه بعد؟ ما اكتمل درجة مثل انه تشوفها مرأة. ما أنا برجع بقول لك، أنا حبيتها لهالبنت، عرفت علي؟ بس فهمت السؤال، إيه. انت شفت فيها امرأة؟ ما أنا برجع بقول لك، أنا حبيتها. يعني أنا مرباها، بعرف يعني عم تفهم علي كل شيء، بحكي معه بتحكي معي مثل يعني سبحان الله. بعد أحيانا لما بقعد معه وبحكي معه كلامها كبير، يعني واعية فهماني. برأيك زواج مع محاسن هو زواج متكافئ وزواج ناجح؟ انت برأيك 100% بقول لك 100% زواج ناجح؟